كنت بقى لي فترة بادوّر على طريقة حلوة للحواوشي لغاية أمّا الحمد لله ربنا كرمني وعرفت طريقة حلوة أوي للحواوشي الإسكندراني الأصلي زي اللي بناكله بالضبط من المحلات الكبيرة في إسكندرية. يالّا بقى أقول لكم على طريقته ومقاديره وإزاي كمان تفرزنوه لرمضان وكده. يالّا بينا أول حاجة نبدأ بيها هي العجينة. هنحتاج كوباية مَيّة دافية، هنحط عليها معلقتين صغيرين سكر، ظرف خميرة ونقلبهم كويس ونسيبهم يرتاحوا 10 دقايق. بعد كده في بول هاحط كيلو دقيق منخول وده مهم جدًا إن هو يبقى منخول، بعد كده هاروح حاطة عليه رشة ملح كبيرة حبتين ورشة فلفل أسمر، الفلفل الأسمر ده اختياري، بعد كده بقى هاروح حاطة كوبايتين زبادي أو 4 معالق كبار قشطة، أنا بافضّل القشطة بس أنا هنا حطيت زبادي، بعد كده أروح حاطة بقى المَيّة ولو احتاجنا مَيّة زيادة نحط عادي لغاية بس ما العجينة تلم، يعني في الغالب هتحتاجوا على الكيلو كوباية كمان مَيّة. بعد كده أبدأ أقلب كويس لغاية ما العجينة تلم معايا وانزل بعد كده بنص كوباية زيت حبة 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 لغاية اما العجينة تلم وتبقى طرية معايا. ما ننزلش بالزيت كله مرة واحدة عشان العجينة ترضى تلم معانا، عشان لو الزيت زاد مرة واحدة العجينة مش هترضى تلم وهتقطع. بعد كده أول ما العجينة تلم بالزيت هروح مزودة عليها معلقتين كبار سمنة دايبين واروح مدخلاهم كده كويس في العجينة، هديها عجينتين كويسين على الرخامة. شايفين العجينة بتمط ازاي وستريتش معانا؟ هو ده اهم حاجة، نفضل نعجن لغاية ما نوصل للمطة دي وبعد كده اروح سايباهم يخمروا حوالي ساعة ونص. في الاثناء دي اروح انا مظبطة اللحمة بتاعتي. هنحتاج حوالي 800 جرام من اللحمة المفرومة، عليهم نص كيلو بصل ابيض مفروم ناعم ونص كيلو فلفل احمر، ممكن يبقى ميكس ما بين الحامي والرومي، ممكن يبقى رومي بس انا هنا كنت حاطاه كله بارد. وبعد كده هروح حاطه التوابل، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر والملح ونص واحده جوز الطيب، رشه شطه، وتحطوا الشطه زي ما انتوا بتحبوا والكميه اللي انتوا بتحبوها. بعد كده افضل بقى اقلب كويس في اللحمه بالخضار لغايه ما يديني عجينه متماسكه زي ما انتوا شايفين كده، والخضار يتغلغل جوه اللحمه. بعد كده اروح حاطه معلقتين كبار سمنه. ليه بقى بحط سمنه؟ عشان انا ما بحطش ليا، ما بحبش الليا، واللي ما بيحبش الليا زيي يروح حاطط بقى معلقتين كبار سمنه، لان لحمه الحواوشي بتحب الدهون. بس في الحاله دي اللحمه نفسها مش هتكش، ميزه السمنه ما بتخليش اللحمه تكش جوه العجينه زي ما الليا بتخلي اللحمه تكش جوه العجينه. بعد كده هروح مغطيها كويس واروح سايباها في التلاجة ساعه. في الاثناء دي بقى هتكون عجينتنا خمرت وبقت حلوه وجميله زي ما انتم شايفين كده. ابدا بقى اديها عجينتين كمان على رخامه فيها زيت، وانا كمان ايديا تبقى مدهونه زيت، واروح مقطعها كور. الكور تقريبا كانت 175 ل 200 جرام في الرينج ده، والكوره اللحمه كانت من 125 ل 150 جرام. هلم الكوره كويس تبقى زي ما انتم شايفين كده، تبقى مدكوكه كويس. ادهن ايدي زيت بقى بعد ما حطيت الكور في العجينه بتاعتي، اروح لما العجينه دي زي البقجه، اهم حاجه تتقفل العجينه كويس قوي قوي قوي، دي حاجه مهمه جدا عشان لما اجي افرد العجينه ما الاقيهاش فتحت معايا. المها بقى بالشكل ده، شايفين بلمها ازاي كده؟ ادهن ايدي زيت تاني واروح مبططه العجينه. من الافضل ان انتوا تبططوها على كيس نايلون عشان لما تيجي تروحوا قلبينها تبقى اسهل عليكم من ان انا اروح نقلها بحاجه او كده. افردوها احسن على كيس نايلون. وبعدين بعد ما فردتها ونقلتها على صينية مدهونة زيت، اروح حاطة على وشها حبة سمنة ونخرمها بالسكينة عشان ما نلاقيهاش قبقبت وبقت عيش بلدي. خرموها كده عشان العيش نفسه يشرب من الدهون بتاعة اللحمة. للتسوية بقى في فرن حامي هنقعدها لمدة نص ساعة. أول ما تحمر أنا بحب أقلبها وهي في الفرن، هنروح مطلعينها وشايفين هي دلوقتي حمرة وكراست قوي من بره وطريه جدا من جوه. شايفين بقى لونها ذهبي ازاي، مستويه واللحمه كمان استوت من جوه. شايفين بقى نسبه والتناسب ما بين اللحمه والعجينه زي اللي بناكلها من بره بالظبط، مش زي الحواوشي بتاع القاهره هنا بيبقى لونه غامق، لا ده زي بتاع اسكندريه لونه وردي وهو مستوي. هتعجبكم جدا جدا الطريقه دي وتحسوا ان انتوا قاعدين في اسكندريه على البحر. وبس كده، وبالهنا والشفا. ما تنسوش بقى تعملوا لنا فولو وسبسكرايب وتقولوا لي ايه رايكم فيها لما تجربوها.